3/4 الكوب ماء دافي، بنذوب فيهم ملعقة كبيرة نسكافيه وبخليهن على جنب. خليط الكيك، نحتاج كوب حليب دافي ونصف كوب زيت، وأيضا 3 حبات بيض بدرجة حرارة المطبخ، وأيضا كوب وربع من حبيبات السكر، ملعقة صغيرة فانيلا. باستخدام المضرب اليدوي بخفقهم كثير منيح مع بعض. بنحضر المكونات الجافة وبننخلهم. كوبين من الطحين، كوب كاكاو غير محلى. ننخل المكونات الناشفة على الخليط السائل بالتدريج. باستخدام المضرب اليدوي بنحركهم كتير منيح حتى تختفي المواد الناشفة، وبرجع بنخل باقي المكونات الناشفة. ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، وملعقة صغيرة ممسوحة من كربونات الصودا، والقليل من الملح. حركهم كتير منيح حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها. وأنا عم أخفق الخليط بنزل النسكافيه اللي حضرناها ببداية الفيديو وبحركهم مع بعض. هيك قوام الخليط ممتاز، بتركه على جنب ونبدأ بتحضير القوالب. بدهن القوالب زبدة وبضيف ورق الزبدة. نقسم الخليط إلى قالبين حتى تسهل عليكم الاستواء والتقطيع. دخلهن على فرن محمى مسبقا درجة حرارة 180 على الرف الوسط. لازم تختبروا الاستواء بعود خشبي. هون الكيك استوى عندي، بخرجه من الفرن وبدخل القالب التاني. وهيك صار عندي الكيك جاهز، بتركه يبرد مدة ساعة. بشيل القالب وبقطع الكيك. ضروري جدا وقت التقطيع بيكون الكيك بارد. بشيل ورق الزبدة وبحطن على شبك وبتركن يبردوا تماما. قطعت الكيك إلى 4 قطع. لتحضير التشريبة 3/4 الكوب ماء ساخن، و2 ملعقة كبيرة نسكافيه، وملعقة كبيرة سكر. بحركن كتير منيح حتى تذوب حبيبات السكر والنسكافيه وبخليهن على جنب. لتحضير الكريمة 400 غرام من الشوكولا بدرجة حرارة المطبخ. بنزل عليهن 400 غرام من الكريمة الساخنة وبحركن كتير منيح.
قوام الشوكولا صار عندي جاهز، بتركه يبرد تماما في الثلاجة مدة ساعة حتى تكون باردة وقت الخفق. أنا كل شوي كنت بحركها حتى تكون باردة تماما. نخفق الكريمة كثير منيح حتى يتضاعف حجمها ونحصل على القوام المطلوب. كمية الكريمة ساوت 4 أكياس من كيس الحلواني. قالب حتى يسهل ترتيب طبقات الكيك، وأيضا التشريبة. حطيت أول طبقة من الكيك وبشربها كمية كثير منيحة من التشريبة. نوزع الكريمة فوق طبقة الكيك بشكل متساوي. نكرر بنفس الطريقة حتى الانتهاء من طبقات الكيك. بعد ما دخلت القالب على الثلاجة ساعة نقوم حتى بإزالة تتماسك القالب. الكريمة. نوزع الكريمة حتى نغطي الكيكة من الخارج بالكامل ونرتبها. إذا ما كان عندكم قطع تزيين الكيك تقدروا تستخدموا السكينة والشوكة وتزينوا فيها الشكل اللي انتوا بتحبوه. منظرها وطعمها جدا شهية، وصفة بسيطة وسهلة ممكن أي شخص يعملها، وإن شاء الله بتكون النتيجة معكم أحسن من يلي أنا عملتها.